طيب دلوقتي بقى هنتكلم في الكلام الجد. دلوقتي أنا هاتكلم على بروتوكول علاج ضعف الانتصاب، اللي فات ده حاجة واللي جاي ده حاجة تانية خالص. البروتوكول ده لازم يتعمل لمدة 8 أسابيع، مش أسبوع مش أسبوعين مش شهر، لازم شهرين، 8 أسابيع بعد إذنكم، بنسبة 100%. 100% أنا متأكدة كل اللي هينفذ البروتوكول ده زي ما هيتكتب كده هنا، كل اللي هينفذه هيحصل تحسن بشكل ملحوظ جدا. إذا ما كانش تحسن كامل فهيحصل تحسن بشكل ملحوظ جدا. يلا بينا. دلوقتي احنا اتكلمنا ان احنا عايزين نزود النيتريك اوكسيد. طيب احنا ممكن نعمل شويه حاجات كده بسيطه. اول حاجه لازم نعمل اكسرسايز في اليوم، يعني تدريبات في اليوم او رياضه في اليوم لمده ساعه تقريبا خلال الثمان اسابيع دول. الرياضه بشكل لوحده كده بشكل طبيعي بيزود انتاج النيتريك اوكسيد في الجسم. الحاجه الثانيه النوم من 7 ل 8 ساعات في اليوم، لازم تكون متواصله. يعني مثلا ما يكونش 4 ساعات الصبح واربع ساعات بالليل، او 4 ساعات بعد كده افتح الموبايل اقعد اعمل شاتنج مثلا مع حد وبعد كده ارجع انام مره تانية. لا، 8 ساعات بعد اذنكم او 7 ساعات متواصله. حاجه تانية نحاول بقدر الامكان ان احنا نقلل الاسترس بتاعنا اللي هو التوتر والعصبيه. يعني ما ناخدش الامور بشكل يعني بشكل شخصي شويه، نحاول ان احنا نكبر دماغنا. احنا دلوقتي بنحاول ان احنا نصلح الجسم وبنحاول ان احنا نعالج حاجه كبيره، وبقدر الامكان ان احنا نتجنب السجاير او نقلل من استهلاكنا للسجاير خلال الفتره اللي جايه. بعد كده المكملات الغذائيه اللي احنا ممكن نستخدمها، اول حاجه الاسيتول كارنيتين. يفضل المشتق اللي اسمه اسيتول لان هو ده سريع الامتصاص. احنا بنستخدم منه 2000 مللي جرام او 2 جرام في اليوم. الحاجه الثانيه الارجينين والسترولين، 6 جرام من هنا و6 جرام من هنا يوميا. الحاجه الثالثه البولفا او البودره بتاعه البيت او البنجر، ده برضو مهم جدا. انا مصره على البودره بتاعه البنجر. يعني لو انت مش قادر خلاص ممكن ثمره او ثمرتين في اليوم اللي هو مثلا تعملهم سلطه او حاجه، بس انا افضل البودره بتاعه البنجر عشان انت ممكن تعمل عصير يوميا مركز، وده حاجه كويسه جدا، فيه كميه كبيره من النترات اللي بعد كده بتتحول لنيتريك اوكسيد في جسمك. الحاجه الرابعه زنك، 30 مللي جرام في اليوم، ما يزيدش عن 30 مللي جرام في اليوم هيضرك. اوكي، يعني لو خدت اكتر من 30 هيضرك، بالتاكيد هيضرك. زيت كبد الحوت، زيت كبد الحوت بيحتوي على اوميجا 3، وبيحتوي كمان على فيتامين دي، وبيحتوي على فيتامين اي، كلهم عباره عن انتي اوكسيدنت هيساعدك جدا جدا جدا. زيت كبد الحوت عباره عن معلقه صغيره، معلقه او معلقتين صغيرين، اكتر من كده هتنضر. بعد كده مغنيسيوم 400 مللي جرام في اليوم. ولازم جرجير، احنا بنستهلك حوالي 100 جرام من الجرجير، اللي هي يعني كوبايه مليانه تقريبا بشكل مش مكثف قوي جرجير، او نص حزمه جرجير برضو. يعني انا حاولت ان انا اترجمها بالطريقه المصريه،